مساء الخير واهلا بيكم من امريكا مع ايمن. بقالنا كتير ما اتكلمناش عن سوق العقارات الريال استيت. احنا دايما كنا كل من فتره لفتره كده بنعمل ابديت عن السوق، سواء كنت انا بتكلم او كان بيبقى معايا حد من الريالتورز او من اللون اوفيسرز، وبنتكلم دايما عن الماركت ابديت. بقالنا مده ما اتكلمناش، والحقيقه ده فتح الباب لناس كتير انها تتكلم. من يومين بعت لي حد فيديو عن حد بيتكلم عن ان سوق العقارات في امريكا بينهار، وان البيوت بتتباع باقل من نص ثمنها، وان في اكتر من 5 مليون بيت في امريكا محطوطين على الماركت مش لاقيين اللي يشتريهم، وفي فقاعة عقارية وفي. الكلام ده قبل ما نقول عليه صح ولا غلط، زي ما اتفقنا احنا بنحب نرجع للمصادر الاصلية لكل حاجة. وطالما هنتكلم عن الريال استيت فما ينفعش نتكلم عن الريال استيت من غير ما نرجع للمصدر بتاع الريال استيت، اللي هم اكبر مؤسستين في الريال استيت في امريكا، اللي هم فيني ماي وفريدي ماك. فيني ماي وفريدي ماك اللي بيطلعوا الارقام اللي كل الناس بتشتغل عليها، من اول الريال استيت الصغير خالص لغايه اكبر المؤسسات الماليه اللي بتشتغل في مجال الاقراض، البنوك واللندرز، وكل المؤسسات الكبيره بتشتغل على التقارير اللي بتطلع من الشركتين دول. فيني ماي وفريدي ماك، تعالوا نشوف هم قالوا ايه عن السوق في 2025. الفوركاست اللي هم مطلعينها بيزد على انا بقرا من على اللابتوب. الفوركاست اللي مطلعينها بيقولوا ان في خلال 2024 السوق هيقفل تقريبا باجمالي حوالي 4.85 مليون يونت، يعني حوالي اكتر من 4 وعلامة 58 مليون وحدة هيتباعوا. والرقم ده هيزيد في 2026 ل 5.35 مليون يونت، يعني في أكتر من 5.350 ألف وحدة ممكن تتباع في 2026. كمان بيقولوا إن المورجج أو معدل الفايدة بتاع المورجج مش هينخفض كتير في 2025، يعني هيفضل ما بين 6.4 لغاية 6%. اجمالي الترانزاكشنز او اجمالي اللونز اللي طلعت في 2025 لغايه شهر جولاي 1.9 تريليون دولار، مقارنه ب الرقم في 2024 كان اقل من كده، ومتوقع ان الرقم ده هيزيد في 2026 ل 2.2 تريليون دولار. يعني في 2025 لغاية شهر جولاي الرقم 1.9 تريليون، متوقع انه يزيد في 2026 اللي هي اجمالي القروض العقارية تزيد تبقى 2.2 تريليون دولار. الانفليشن برضو بيتكلموا عنه، بيقولوا ان هو متوقع ان هو يبقى يقفل في 2025 3%، باحتمالية انه ممكن يزيد او يقل بنسبة 2% في 2026. كمان عايزين نفكر نفسنا ان في توجه حكومي من حكومة ترامب، وهم بيفايتوا مع الفيدرال ريزيرف اللي هو مسؤول عن تخفيض اسعار الفايدة عشان ينزلوا سعر الفايدة، ولكن الفيدرال ريزيرف بقيادة رئيسه الحالي معترضين على نزول أسعار الفايدة. وممكن لو اتغير رئيس الفيدرال ريزيرف في الخطوة الجاية بتاعته إن سعر الفايدة بنسبة كبيرة جدا احتمال ينزل في 2026، ولكن ده متوقف على تغيير قيادات الفيدرال ريزيرف. ولكن من ناحية حكومة ترامب، رئيس دونالد ترامب والحكومة اللي بتشتغل معاه بيحاولوا بكل قوتهم إن هم يخفضوا الفايدة. الفيديو اللي وصل لي كان فيه خطأين كارثيين، خطأين أفظع من بعض. الخطأ الأول إن المعلومات اللي كانت فيه غير دقيقة ولا تستند للمصداقية اللي طالعة من تقارير مؤسسة كبيرة زي فيني ماي أو فريدي ماك، أو حتى البيانات اللي خارجة من الفيدرال ريزيرف. الخطأ الثاني وإن الفيديو ده كان بيتكلم عن وحدة سكنية وحيدة في كاليفورنيا كانت متسعرة ب 1.25 مليون دولار، وبعدها بفترة اتباعت ب 6.6 something يعني أقل من مليون دولار، حوالي 600 وحاجة ألف. الخطأ ده بوحدة واحدة في 50 ولاية، ما اقدرش اعمم عليها انا اقول ان انا معنى ان وحدة اتباعت ب 50% باقل من ثمنها يبقى كده معنى ان سوق العقارات كله في امريكا بيبيع باقل من نص ثمنه. ليه؟
لان ممكن تكون الوحده دي متسعره من الاساس غلط، يعني ممكن يكون البرايسنج بتاعها محطوط غلط. وخلينا اديكم حاجه كده عشان تبقوا عارفينها. لما بيجي تتسعر البيوت، وانا راجل دارس ريال استيت، انا صحيح ما بشتغلش ريلاتور بس انا درست ريال استيت. لما بتدخل ريال استيت سكول وبتدرس وبتتعلم وبتفهم، بتعرف ان لما بتيجي تسعر بيت، ودي مش حاجه يعني صعبه او عويصه، ولكن لازم يكون في محددات انت بتشتغل عليها، انت بتشتغلش من دماغك. في حاجه اللي بيسموها الفير برايس فاليو او الماركت برايس فاليو، او بتشوف البيوت اللي حواليك اتسعرت بكام، وبيزد عليها بتعمل حاجه اسمها الكومبيتيتيف برايس، او بتشوف السعر التنافسي بتاع البيوت اللي اتباعت حواليك، وبتطلع السعر بتاع البيت، اليونت اللي انت عاوز تبيعها، سواء كانت بيت او شقه او ارض او ايا كان، بتتباع بنسبه معقوله من الاسعار اللي اتباعت حواليا. يعني ما يكونش اللي حواليا بيبيعوا بنص مليون وانا احط سعر مليون وشويه. ولكن ده بيحصل. عارف ده بيحصل ليه؟ علشان اوقات بيكون انت عاوز تعمل مور ترافيك او مور بروباجندا للبيع اللي انت هتبيعه، وبعدين تنزل السعر، فالناس تقول اوبا الحق ده في برايس كات حصل، فتبتدي تفتح الاوبن هاوس بتاعك والناس تجري عليك فتشوف البيت بتاعك لانه حصل عليه هاي برايس كات. دي سياسة بيع، سيلز تكنيك، ملوش دعوة خالص بالسوق. فممكن تكون الوحدة اللي اتذكرت في الفيديو ده اللي بنتكلم عليها هي ما إلا إن هي فيك برايس علشان نعمل سيلز كويس. أو ممكن يكون اللي سعر الوحدة ما عندوش الأساسيات بتاعت الريال استيت فسعر غلط. لكن ما أقدرش أقول إن سوق العقارات في أمريكا في خطر. كمان حاجة بقى هقولها من أنا لامسها بنفسي، سوق العقارات هنا أو أسعار البيوت من سنة 2025 زادت عن 2024. معظم البيوت حتى في الولاية اللي أنا هتكلم فيها، أنا في ولاية تكساس، معظم البيوت زادت أسعارها عن السنة اللي فاتت، طبعا بنسب على حسب كل زيب كود بيختلف عن الزيب كود التاني. كمان لازم ناخد بالنا في الاعتبار واحنا بنتكلم عن الريال استيت، احنا بنتكلمش دايما عن ولايه وحيده، احنا بنتكلم عن سوق الريال استيت، يعني بنتكلم عن ال50 ولايه. ما ينفعش نحط البيض كله في سله واحده. يعني على سبيل المثال، انا ما ينفعش اقارن سوق العقارات اللي في ولايه زي ولايه تكساس او تينيسي او مثلا اي ولايه من ولايات الجنوب او فلوريدا بسوق عقارات في ولايه تانية مثلا زي نيوجيرسي او كونيتيكت او بنسلفانيا، في ولايات اصغر حجما من الولايات الجنوبيه. في ولايه زي نيو جيرسي مثلا او كونيتيكت، هي ولايات حجمها صغير فالامتداد العمراني بتاعها مش كبير، بالتالي البيوت اللي بتطلع في الماركت هي بيوت قليله جدا بالنسبه للمساحات اللي موجوده. مفيش سب ديفيجنز، مفيش بيوت كتيره بتتبني في المساحات دي، لان المساحات الفاضيه من الاراضي مش بنفس الكميات الكبيره. عشان كده هتلاقوا ان متوسط عمر البيت اللي بيتباع في نيويورك ممكن تلاقي بيت مبني سنة 1900 وكسور وبيتباع بملايين، في مقارنة انك تروح ولايات الجنوب تلاقي بيت مبني مثلا سنة 2020 وبيتباع بأقل من نص الثمن. ده ملوش علاقة خالص. دي الستيت فاكتس بتاعت الريال استيت ماركت في الولاية دي. فأنا ما ينفعش أعمم وأقول إن سوق العقارات في أمريكا، دي كلمة كبيرة جدا جدا جدا. لما تيجي تتكلم في سوق العقارات في أمريكا لازم تكون فاهم كويس قوي ايكونومي، لازم تكون فاهم اقتصاد، لان الاقتصاد ليه محددين اساسيين، وده انا كلمت حضراتكم فيها كتير قوي، حاجه اسمها العرض وحاجه اسمها الطلب. لما بنيجي نتكلم عن سوق العقارات في الوقت الحالي هنلاقي ان المعروض حاليا مش قليل، ولكن الطلب ستيل موجود. يعني ايه؟ يعني لسه في بيوت بتتبني جديده، ده الفاكتور بتاعتنا اللي احنا بنبص دايما عليها. طول ما في بيوت جديده وسب ديفيجنز جديده وفي نيو كونستراكشن بيحصل في الماركت، معنى كده ان الماركت ده حي مش ماركت ميت. كون ان بقى في بيوت موجوده عددها على الماركت 5 مليون 10 مليون، ما هو ده طبيعي ان يكون في بيوت على الماركت، لان في ناس بتنقل من ولايه لولايه فبتبيع بيت، في واحد شاري بيت صغير فبيشتري بيت اكبر، في واحد كان ان ليجال الينت فهيترحل فبيلحق يبيع بيته ويمشي. دي ملهاش علاقه خالص. في انفليشن، لكن مش معناه ان الاقتصاد او السوق العقاري سوق منهار، بل بالعكس. لو نجحت اداره ترامب، وافتكروا الكلام ده كويس، في تخفيض سعر الفايده، سوق العقارات في 2026 هيبقى فيه انتعاشه قويه جدا. ده اللي عندي بيزد على الارقام اللي طالعه من مؤسسات ماليه كبيره، بيزد على الريسيرش اللي انا عملته على مدار
وقت يعني بذلت فيه وقت ومجهود. وممكن حضراتكم تدخلوا زي ما بشجعكم ادخلوا اعملوا سيرش وشوفوا الكلام ده موجود فين عشان تتاكدوا. مش اي حد يقول اي حاجه نخاف ونبانيك ونقول طب نلحق نبيع بيوتنا، طب نلحق نشتري بيوتنا. السوق so far اكتف، في بيوت بتتباع وفي بيوت ناس بتشتريها وفي لونز شغاله. صحيح السوق هادي دلوقتي لان احنا نعتبر اوف سيزون، لان السوق خلاص الصيف بدا في نهايته شويه والمدارس بدات ترجع، فالسوق مش بالانتعاشه اللي بيكون فيها كل سنه. ولكن في بيوت محطوطه على الماركت، في بيوت انا شفت بيوت كتير كانت محطوطه فور سيل واتباعت، وفي بيوت فور رينت واتاجرت. انا مش بشتغل في الريال استيت زي ما قلت لحضراتكم، لكن دارس ريال استيت. فبشجعكم دايما قبل ما نتخض ونبانيك من العناوين الكبيره، زي ما عشان كده حطيت لكم العنوان الفيديو ده بالشكل ده، فما تتخضوش وما دونت بانيك. السوق العقاري كويس شغال سوفر، صحيح مش احسن حالاته، صحيح في ركود نوعا ما طبيعي لان الانفليشن عالي، ولكن اسعار البيوت في الوقت الحالي ريزنبل في تسعيرها عن سنتين وثلاثه فاتوا. ولو تفتكروا البيك اللي حصلت بعد كورونا وايام الستيمولس تشيك، لما كانت ناس كتيره بتشتري بيوت وبتشتري كاش وبتنقل من ولايات زي كاليفورنيا وبتبيع بيوتها كاش وتروح تشتري في ولايات ارخص شويه زي فيرجينيا وزي تينيسي وزي نورث كارولاينا، وكانت في الكاش بايرز كانوا كتار، فكانت اسعار البيوت اعلى شويه. النهارده الكاش بايرز قالوا شويه، وقالوا كتير مش قالوا شويه، فبقت الناس بتلتجئ للمورجج اكتر، وستيل الانترست ريت عالي، فده برضو مخلي ناس مش كواليفايد. لكن مش معنى كده ان سوق العقارات في امريكا واقع. لو عندك اي استفسارات، لو عندك اي تحفظات، سيبها لي تحت الفيديو، وانا برحب دايما بكل التعليقات. ولو انت بتتفرج عليا فدي قناه من امريكا مع ايمن، موجودين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كمان التيك توك ريسنتلي. يا ريت تعمل لنا فولو او سبسكرايب او لايك علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. الفيديو ده مهم، يا ريت تشاركه مع كل حبايبك. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معاكم ايمن من امريكا.